لو هو قلقان عليكي اسالي انت كمان عليه، ما تبقيش مدلوقه كده. معلش يا سمر، سيبينا شويه لوحدنا، عايز اقعد مع انجي. ماشي، داخله اظبط الميك اب بتاعي. عملت ايه يا انجي في اللي قلت لك عليه؟ لسه بفكر يا فريد، قريب هبقى ارد عليك. انا بحبك يا انجي، ودي كلمه مش سهله فريد ما بيقولهاش لاي حد. عن اذنك. انا مش فاهمه انت ليه رافضه فريد، ده شبه ما يترفضش. ما هي دي مشكلته، انه شايف نفسه ومحسسنا انه شاب ما يترفدش. بس الحقيقه ان فريد ما بيحبش غير فريد وبس. انا معاكي ان هو ما بيحبش غير نفسه بس اوعي تنسي وضعه الاجتماعي، اوعي تنسي ابوه يبقى مين. انا لا يفرق معايا فلوسه ولا سلطه ابوه. فريد شافني واحده عجبته وافتكرني سهله زي كل البنات اللي اتشبط بيهم، ولما لقاني بقى مش مبهوره بيه راح حاطني في دماغه وعايز يكسب التحدي عشان بس يرضي غروره. اللي يريحك. بقول لك ايه، احنا لينا كتير قوي سايبينهم وعمالين نرغي مع بعض، تعالي نرجع لهم. تعالي. فكرة اسمك حلو، انت ليه مش حابة اسمي؟ هو انت ليه بتقول كده؟ ليه بقول كده؟ عشان كان باين عليكي. اسمحي لي بس اقعد جنبك. وكان باين عليكي متوترة شوية، ومن ساعة ما انجي قامت وانتوا مش على بعضك. زائد ان حاسك كده بتداري حاجة في ماضيكي، في ايه؟ ودي عرفتها منين دي كمان؟ يعني بحكم دراستي، لاني بدرس تحليل شخصيات ولغة حركة الناس. ده الواحد ما يعرفش يخبي عليك حاجه بعد كده. طب اجيب لك الكبيرة بقى، في برج القوس. ياه، انت ساحر بقى. يعني فعلا كان سحر. اتعرفت على ماجد وحبيته، وهو كمان حبني. واخيرا لاول مره في حياتي احس اني بنت زي كل البنات. انجي لما خدت بالها من علاقتي انا وماجد ابتدت تغير معاملتها معايا للأسوأ. الحضن والطبطبة بتوع زمان راحوا، لكن زي ما حنية انجي راحت اتعوضت بحنية ماجد اللي عمري ما شفت زيها. ماجد عرف عني كل حاجة وطمني اني ماليش ذنب في اللي بيحصل لي، واني مجرد ضحية مجتمع. زي ما بيقولوا كده، قبلني بعيوبي قبل مميزاتي. حبيته قوي وحسيت اني خلاص مش عايزة حاجة من الدنيا غيره، لغاية اليوم اللي مش بحب افتكره. بتأذي ابويا في شغله حتى وهو بره مصر. انت يا اخي ما بتحسش؟ هنوج، اهدي اهدي يا ماما. انت اللي اضطريتيني لكده لما لقيتك ما بترديش عليا وعماله تهربي مني. اللي عايز اقوله لك اللي فريد ما بيروحش لحد يا حلوه. فريد الناس كلها بتيجي تحت رجله هنا وبتبقى راكعه. عايزه يا فريد خلصني. عايز الرد النهائي لموضوع ارتباطنا انا وانتي، ومش هقبل باي تاجيل تاني. قدامك اختيارين، الاول والتاني برضه. مش هقبل برد تالت خالص. لا يا فريد، في رد تالت. عايز تعرفه؟ لا يا فريد مش عايزاك، مش بحبك يا اخي، هو بالعافيه. انت مين انت عشان ترفضي فريد العدل؟ انا بتليفون واحد ممكن امحيكي من على وش الارض، انت واهلك. واديكي شفت اللي حصل لابوكي. وانا مش واحده من اللي بتصاحبهم وتاخد غرضك منهم وترميهم في الشارع يا فريد. ريح نفسك وشيل موضوعي ده من دماغك. حلو قوي الكلام ده. وكل ده عشان خاطر مين؟ عشان خاطر ماجد. اوعي تفكريني مش واخد بالي. لو سمحت مالكش دعوه، انا مش هسمح لك تتدخل في حياتي الشخصيه. ماجد اللي انت رفضتيني عشانه حب البنت اللي انت جبتيها من الشارع وقلتي عليها قريبتك. ما تستغربيش، انا مفيش حاجه بتستخبى عني. تاريخ البنت كله عندي. ما دام اللعبه بقى على المكشوف، بحب ماجد وعمري ما حبيتك ولا هحبك. وغاليه عيله غلبانه ولمتها من الشوارع، وغلطتي اني بنفسي عرفتها على ماجد. وعارفه من اول يوم ان ماجد حبها، لكن عندي امل انه يحبني في يوم من الايام. لسه بتحب ماجد اللي بيحب واحده تانية وبترفضيني انا؟ للدرجه دي شايفاه احسن مني؟ لسه ما جاش على الارض اللي يكون احسن من فريد العدل او ياخد منه حاجه هو عاوزها. اطلع بره. خلي بالك من نفسك.
وسلمي لي على حبيب القلب. ايوه يا سيد، عايزك قدامي دلوقتي حالا. ايوه عايزك في حاجه مهمه. يا غاليه، يا بنتي يا بنتي معلش استحملي شويه عشان خاطري. هانت. بصي هي انجي طيبه وغلبانه بس هي الغيره تعمل اكتر من كده. طيب معلش، انت بعد كل ده وبتسالي انا ليه حبيتك انت وهي لا؟ طيب هي عموما بنت هوائيه فسيبك منها. عموما بس انا عايزك تجهزي كده عشان انا جايلك في الطريق واعمل لك مفاجاه. يا بنتي هتبقى مفاجاه ازاي لو قلت لك عليها؟ طب بس جهزي انت كده اهوت عشان انا جايلك في الطريق. هعمل لك مفاجاه حلوه. طب وهتبقى مفاجاه ازاي انا لو قلت لك؟ طب اقفلي دلوقتي عشان الأوبر داخل عليا خلاص اهو. يلا باي. عايزه ايه يا انجي؟ معلش يا اخويا ثواني. الو. ايه يا انجي؟ يعني ايه رايح فين انت؟ رايح لغاليه. انت ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ ايه اللي خلي بالك من نفسك ده؟ طب سلام دلوقتي عشان التليفون هيفصل شحن. سلام. اطلع. خبر حادثة ماجد كان قادر انه ينهي على اي امل ليا في الحياة. لو كان ماجد حصل له حاجة، لكن خبر ان الطلقة اللي خدها جت في كتفه وانهم خرجوه رجعلي الامل اللي كان خلاص راح مني. روحي رجعتلي لما عرفت انه قام بالسلامة وطلب انه يشوفني. قمت جريت عليه من غير تفكير ورحت له، وطرت من الفرحة لما الممرضة ادتني العلبة اللي فيها دبل خطوبتنا، وقالت لي ان طول وقت تأثير البنج عليه مش بيقول غير اسمي. للدرجة دي انا شكلي كده طلعت غالية بجد ولا ايه؟ هي دي بقى المفاجأة اللي كنت محضرها لي يا ماجد. انت اكيد ملاك على الارض، مش بني ادم زينا. كان نفسي فرحتي تكمل، لكن بتدور على حاجه معينه يا باشا اساعدك؟ يا اهلا.